لأن الدفاع عن الوطن من حيث إنه وطن يكون من المؤمن والكافر، حتى الكفار يدافعون عن أوطانهم، لكن المسلم يدافع عن دين الله، فيدافع عن وطنه لا لأنه وطنه مثلا، ولكن لأنه بلد إسلامي، فيدافع عنه حماية للإسلام الذي حل في هذا البلد. ولذلك يجب علينا في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم، يجب علينا أن نذكر جميع العامة بأن الدعوة إلى تحرير الوطن وما أشبه ذلك دعوة غير مناسبة، وأنه يجب أن يعبأ الناس تعبئة دينية، ويقال إننا ندافع عن ديننا قبل كل شيء، لأن بلدنا بلد دين، بلد إسلام، تحتاج إلى حماية، تحتاج إلى دفاع، فلا بد أن ندافع عنها بهذه النية.